الاعتذار الرسمي من عبد الله السعيد لجماهير نادي الزمالك عما بدر منه الفترة الماضية. عبد الله السعيد مش أكبر من نادي الزمالك، نادي الزمالك أكبر من أي لاعب أيا كان حجمه أو هو مين. عبد الله السعيد عارف إن هو هيوقع عليه غرامة مالية كبيرة، ومستعد لأي قرار إداري من نادي الزمالك لاستمراره في صفوف نادي الزمالك الموسم المقبل. نقرا كده مع بعض النص اللي منزله عبد الله السعيد. رسالة عبد الله السعيد إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة: منذ اللحظة الأولى لانضمامي إلى كيان كبير اسمه نادي الزمالك، وأنا أعتبر نفسي جزء من هذه العائلة الكبيرة، وواحدا من أبناء هذا النادي العظيم، وواحدا من الجماهير. فما عشت خلال هذه الفترة لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياتي، بل كانت أهم محطات مسيرتي الكروية وسط جمهور كبير مثل نادي الزمالك، الذي لم أراه منه إلا حب وتقدير. من كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن عار تماما من الصحة. لم أتمرد يوما ما عن نادي الزمالك، ولن يكون خياري أبدا هو خسارة جماهير نادي الزمالك العظيمة مهما حدث. لقد تشرفت بوجودي هنا في نادي الزمالك الكيان الكبير، فقد فكرت في الاعتزال وانهاء مشواري الكروي في اللينة التي أحببتها حقا، وهي اللحظة ستأتي حاتما، وهو الأمر الذي استغرق بعض الوقت والتزامن مع بداية فترة الإعداد الفريق، ومن ثم كان غيابي عن البدء معهم، وكوني فردا من أفراد هذه العائلة التي لمست كل موقف معناها الحقيقي. وأؤكد كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة ومجلس الإدارة وما يتخذ من قرارات، وأتشرف أني أكون بين صفوفه هذا الموسم. وأعاهد جماهير نادي الزمالك العظيمة أن أضع مصلحة نادي الزمالك أولا، وأعاهد بالقتال والمحاربة على جميع البطولات في هذا الموسم المقبل. عاش الزمالك وعاشت جماهيره الوفية. ده كان بيان عبد الله السعيد اللي نزله رسميا، وقال كمان ان هو ما فيش اي ضغوط عليه من مجلس الاداره ان هو يستمر داخل النادي.